السلام عليكم. قبل ما نبداو في لا فيديو ما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله مع وصفه فرح وايمان جيتكم بوصفه تاع البوراك بالجزر، وصفه اقتصاديه بمقادير متواجده في كل بيت. ما تنساوش تبعوا معايا لا فيديو للاخير، على بالي بلي هذا البوراك راح يعجبكم بزاف بزاف. واش نحتاجو كمقادير لهذا البوراك؟ عندي الحشو كنت شاركته معكم تاع البوراك الزايدلي، هذا البوراك تاع الدجاج بالبيشاميل. درت له زروديه كرفشتها وطيبتها مع شويه تاع البصل والثوم، ودرت لها شويه تاع الملح والفلفل الكحل وزدت لها المعدنوس. ونحتاجو شويه تاع الفرماج والديول صنع منزلي، هاهم اللي راح نخدم بهم اليوم. غطوهم باش ما ينشفوش. نبداو نحركوا في الحشو تاعنا. نحط هذاك الحشو تاع الدجاج ونزيد له الجزر، نخلطو كامل مع بعض. واللي عندها فرماج ربي تقدر تزيد معاه فرماج ربي عادي، واللي عندها مثلثات دير تاع المثلثات. نحرك كامل الحشو تاعي ونبدا نعمر في الديول تاعي. دوك نبدا نعمر في الديول تاعي، ندير كميه لاباس بها من الحشو، سقميها مليح. دائما نقول لكم نحاولوا الحبات يكونوا كيف كيف. نحط لها شويه تاع الجبن، وإلا ما عندكش الجبن عادي جدا ما ديريش. دائما عودتكم بالوصفات الاقتصاديه هكا ما ترمي حتى حاجه. الحشو اللي فضل لي درت له الجزر وني خدمت به، والجهه الرطبه تاع الديول تكون للداخل والحرشه للبرا على جال القرمشه، وتكوني تسخني في الزيت هكا. حاولي تزيري باش الحبات تجي نقيه ومسقمه وشابه. شوفوا، وهذه الجهه السفلى دائما في المقله تحطوها للتحت. نزيد حبه قدامكم، وكي تحكمي الديول تاعك حاولي دائما تغطيهم باش ما ينشفوش. والحشو حاولي ديري كميات متساويه. نزيد الجبن، واللي ما تعرفش القيس تاع الحبه تقدر تحطي هذا قدامك وتلفي على حسابها، هذه كتدبيره فقط، وتلفي وتصيري في نفس الوقت هكذا. نكمل كامل الحبات تاوعي. بعد ما لفيت كامل البوراك تاعي دوك نبدا نقلي فيه. الزيت تكون سخونه لكن على نار متوسطه. هاوليك البوراك تاع الجزر تاعي في الاخير بعد ما قليته وحمرته. شوفوا كيفاش تا الله راه يشهي الله يبارك. نقسم حبه قدامكم، شوفوا القرمشه الديول تاع الصنع المنزلي تنشابين. شوفوا نقسم حبه قدامكم، شوفوا القرمشه الله يبارك. شوفوا ديك الجزر داك الفرماج، شوفوا قرمشه حتى للقلب، والحشو خفيف وهشيش وبزاف بنين. نتمنى انه هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وجربوها وخليوا لي تعليقاتكم، ونقولكم الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.